السلام عليكم جميعا، سعداء بلقياكم من جديد في درس جديد بعنوان كيفية تحليل قولة من كتاب الأدب والغرابة. سنحاول في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى أن نشتغل على كتاب الأدب والغرابة ضمن الفصل الخاص بنحن والسندباد في الشق التطبيقي من كتاب الأدب والغرابة. دعونا في البداية نشير إلى أن هذا الدرس عبارة عن تكملة للدرس السابق الذي رأيناه بعنوان كيفية تحليل قولة نقدية. ستجدون رابط هذا الدرس أسفل الفيديو التالي، لأنهما درسان مرتبطان ببعضهما البعض، وأرى أنه بالضرورة أن يمر المتعلم من هذا الدرس قبل أن يستمع إلى محتويات هذا الدرس الجديد. يندرج فصل نحن والسندباد ضمن الفصل أو ضمن الشق التطبيقي من كتاب الأدب والغرابة، الذي يوظف كما سبق وقلنا المنهج البنيوي في تحليل مجموعة من النصوص الكلاسيكية القديمة. في هذا الفصل ينطلق الناقد عبد الفتاح كليطو في تحليله لأصفار السندباد من المبادئ الكونية الأربعة حسب شعرية غاسطون باشلار، وتمت الإشارة إليها في بداية الفصل. وهذه المبادئ الكونية الأربعة كما ذكرت في الكتاب هي الماء والهواء والتراب والنار. مجموعة من المبادئ الكونية يتم تفسيرها حسب غاسطون باشلار، يوظفها لتفسير مجموعة من الأمور الخاصة في جانب الأدب. الاشتغال خلال هذا الفصل سيكون على الحكايات السبع للسندباد، وهي حكايات تدور عموما على ما وقع له خلال أسفاره. وبجانب هذه الحكايات هناك حكايات أخرى مؤطرة جزئيا تحكيها شهرزاد لشهريار، وهي حكايات لقاء السندباد البري بالسندباد البحري. عموما سابقا وأنتم تدرسون كتاب ألف ليلة وليلة ستكونون قد فرقتم بين نوعين من الحكايات: الحكاية الأم وتسمى الحكاية الإطار، ثم الحكايات الفرعية أو الجزئية وهي الحكايات التي تتناسل من الحكاية الأم، اللي هي حكايات شهرزاد في علاقتها مع شهريار في إطار عملية السرد التي تقوم بها شهرزاد من أجل إنقاذ بني أو بنات جنسها من الموت المحتم. من بين الثنائيات ورد إذن ثنائية الفقر والغنى، فالكاتب يقابل بين شخصين: السندباد البري رمز الفقر والشقاء، والسندباد البحري وهو رمز الغنى والسعادة ورمز الانفتاح والتحدي والمغامرة الخارقة. فعالم البحر هو عالم الثروة هنا وكسب المال، عالم المتعة والمغامرة. أما عالم البر فهو عالم الحرارة المفرطة، عالم الانتظار واقتعاد رصيف الميناء دون جدوى. عالم البحر يمثله السندباد، وعالم البر يمثله الحمال البئيس الوارد في بداية الفصل. وعالم البحر أي السندباد سيقدم إذن عالم البر أي الحمال كل ما لذ وطاب. هذه المقابلة الثنائية التي يبدأ الناقد عبد الفتاح كليطو في وضعها ستتناسل منها ثنائية أخرى سنراها، كل ثنائية نراها حسب ورودها ضمن الفصل. الثنائية الثانية الحاضرة بقوة هي ثنائية عالم البر وعالم البحر، أو بين فضاءين متعارضين: فضاء الانغلاق وشدة الحر والتعب والمشاكل البشرية، وفضاء الانفتاح والأهوال والكنوز والمغامرات العجيبة، وهو الذي يشكله عالم البحر. إذن هناك ثنائيتين، وضمن هذه الثنائيات تتناسل منهما ثنائيات أخرى. إذن الثنائية الأبرز هنا إلى جانب ثنائية الفقر والغنى هي ثنائية البر والبحر. الشق الأول من الثنائية البر يمثله الحمال البئيس، أما الثنائية الثانية الخاصة بالبحر ويمثله السندباد البحري. إن انتقال السندباد البري إلى فضاء السندباد البحري يولد ثنائية أخرى هي ثنائية الألفة والغرابة. مرة أخرى يتم هذا الانتقال عن طريق الحكاية التي تحمل إلى العالم الأليف للسندباد البري كل ما هو غريب ومدهش وعجيب. فعالم الألفة وهو عالم البر أو عالم الأرض الذي يرتبط به السندباد الأرضي أو البري، وعالم الغرابة الفانتاستيك العجائبي الذي يمتاز بمواصفات غريبة تتعلق يا إما بحجم المخلوقات التي تدور يتم الحديث عنها. وقد جمع هذا الفضاء بين متناقضات ومتنافرات كثيرة جدا تتجاوز الطبائع البشرية، ووجود شعائر وعادات لم تكن تدور بخلد السندباد، منها أكل لحوم البشر، تحول الناس إلى كائنات ووحوش خارقة ممسوخة. سيرى التلاميذ وهم يدرسون
الجانب الخاص بالحكاية العجائبية، حكاية سندباد في وادي الحياة، سيرون فيها مجموعة من الأمور الخارقة والعجيبة التي لا يقبلها منطق، وتدخل ضمن ما يسمى بالعجائبية أو الفانتاستيك. ما يخص الثنائية الخاصة بالحركة والجمود، فالحركة مرتبطة بالبحر أي بالسندباد البحري، والجمود مرتبط بالبر أي بالسندباد البري. ولكي ينتقل السندباد البري من عالم الجمود إلى عالم الحركة، عليه أن ينتقل أولا من عالم البر إلى عالم البحر، أي من عالم العجز إلى عالم المعاصرة، من عالم الموت اللي هو الأرض إلى عالم الحياة أي البحر الذي يعطي الحياة. ولن يتم ذلك، وأعطى الكاتب الناقد شرطا أنه لن يتم ذلك بالنسبة للسندباد البري إلا عن طريق السماع، والسماع بطبيعة الحال مرتبط بالحكاية أي حكاية السندباد البحري التي تخول له الدخول إلى هذا العالم الجديد. سيحكي له السندباد البحري حكاية متعلقة ببعض مغامراته. هذه الحكاية بالنسبة للسندباد البري هي معبر إلى عالم السندباد البحري. بالنسبة لهذه الثنائيات سميناها ثنائية الأفقي والعمودي، وتختلف تسمية بطبيعة الحال حسب المقاربة المعتمدة. فالسفر السندبادي في هذه الحكاية لا يكتفي بما هو أفقي فقط، السفر برا وبحرا، وإنما يتعداه إلى سفر عمودي، السفر في الجو وعمق الأرض، وكذلك السفر إلى عمق الأرض. ولا تنتهي الأسفار السندبادية إلا بالتوبة والعودة إلى البر وإلى حضرة بغداد، أي إذان بتوقف السرد الشهرزادي. ففي ألف ليلة وليلة يطير السندباد عدة مرات على متن طيور أسطورية، طائر الرخ أو واقعي النسر أو كائنات غريبة تجمع بين الإنسان والطائر، الرجال الذين تنبت لهم أجنحة كل شهر، وهي حكاية معروفة بطبيعة الحال. كما أن السندباد قد يهبط إلى عمق الأرض ليجد الظلام الشديد والأصوات. انطلاقا مما سمعتم الآن قد نضع ثنائية أخرى، وهي ثنائية عالم الموت وعالم الحياة، وهي كما قلت سابقا ثنائيات تتناسل من بعضها البعض. خلال هذه الثنائية، أقصد ثنائية الأفقي والعمودي، يصبح السندباد هو الوسيط الذي منه يتم الانتقال بين عالمين، أي أن الإنسان يضع رجلا في عالم والرجل الأخرى في العالم المناقض. فالإنسان في نهاية الأمر مكون من تفاعل الحياة والموت في كيانه البشري، وانتماؤه إلى أحد العالمين اقتراب من أحدهما وابتعاد عن الآخر في الوقت ذاته. وإذا حاولنا أن نؤول نوعا ما، فالسرد أو الحكي في ألف ليلة وليلة محاولة للخروج من هذا المأزق، محاولة للهروب من سيطرة القوى الخارقة على القوى الضعيفة. والسرد الذي تقوم به شهرزاد محاولة للتواصل مع هذا العالم عن طريق تفسيره وتأويل مظاهره المختلفة ومخلوقاته الغريبة. تنبني كذلك القصة على المقاربة السردية، لأن السرد وليد توتر بين قوي وضعيف. شهرزاد راوية في موقف الضعف، وشهرزاد مستمع في حالة القوة والسيطرة والبطش، وذلك مرتبط بالحكاية الأم التي لا شك أن الأستاذ سيكون قد حكاها لكم، وهي حكاية شهرزاد في علاقتها مع شهريار، والحكاية المتعلقة بالخيانة الزوجية وما إلى غير ذلك من الأمور المتعلقة بالحكاية. في هذه الحالة السندباد البحري السارد في حالة قوة، والسندباد البري المستمع في حالة ضعف وسكون. ويكون الاستماع هنا ب100 مثقال ذهبا، بمعنى المقايضة التي كانت بينهما في حالة حكى السندباد البحري للسندباد البري. هذه الحكاية المقايضة ستعطيني شيئا بدل شيء آخر، والمعطى هنا هو 100 مثقال، والبضاعة التي تم تقديمها جزاء لهذا الثمن وهو الحكاية التي حكاها السندباد. وفي العقد الضمني بين شهرزاد وشهريار يكون السرد في مقايضة الرحمة والعطف. شهرزاد تحكي لشهريار قصص، وكرد لها على هذه القصص يحافظ شهريار على حياة النساء ولا يقتل كل ليلة امرأة ما، وبالتالي فالمقايضة هنا مقايضة من طرفان. حكاية شهرزاد تقدم الحكاية، وشهريار يقدم الحياة. الآن وإياكم إلى سؤال المنهاج، وهو سؤال يطرح أثناء أخذ القولة من هذا الجزء الخاص بنا نحن والسندباد، أو في أجزاء أخرى أو في فصول أخرى. يطرح عليكم سؤال
سؤال المنهج: ما هو المنهج الموظف في تحليل هذا الفصل أو في عرض هذا الفصل؟ فيكون الجواب طبعا الحال هذا جواب تقريبي، أن الناقد اعتمد على المنهج البنيوي في مقاربة حكايات سندباد، وهو منهج يقوم بالأساس على تحليل بنية النص الداخلية والانطلاق من المكونات المغلقة على ذاتها والمشكلة لبنية النص. فالناقد عبد الفتاح كليطو انطلق من الحكايات السبع لسندباد فحللها بنيويا ليستخرج منها الثنائيات التي شكلتها. إذن المنهج الذي وظفه الناقد عبد الفتاح كليطو في مقاربة مؤلفه ككل ومنها حكايات سندباد هو المنهج البنيوي الذي يقوم بدراسة البنية الداخلية للنص بغض النظر عن أمور أخرى خارجية، وهي أمور يتم تحليلها عن طريق مناهج أخرى. سؤال آخر يطرح أثناء تحليل القولة وهو سؤال الأساليب الحجاجية، بمعنى وما هي؟ السؤال يكون بهذه الطريقة: ما هي الأساليب المنهجية والحجاجية والأسلوبية التي وظفها الناقد؟ بالنسبة للجواب على سؤال الأساليب فنقول من حيث الوسائل الحجاجية فالناقد قد وظف مجموعة من الأساليب الحجاجية، وبين قوسين إذن أحيانا يقال لها الأساليب الحجاجية وأحيانا الحجاج. بالنسبة لكم الفصل هنا لا يهم، سيكون فصلا منهجيا في السنة الختامية إن شاء الله تعالى. من هذه الأساليب نجد مثلا التعريف، إذ أن الناقد يبدأ مباشرة بتعريف حكاية سندباد بقولها أنها تتكون من حكايات يرويها سندباد البحري بنفسه. إذن تعتبر هذه الحجة حجة التعريف، إلى جانب حجة التفسير عن طريق تفسيره للثنائيات المتولدة من علاقة بين السندباد البري والبحري، على حجة المقارنة. وتظهر هنا في الفصل لمقارنة الناقد بين خصائص السندباد البري والسندباد البحري. بإمكانك أن تكتفي فقط بحجتين أو أسلوبين وهما كافيان على مستوى سؤال الأساليب الحجاجية. ننتقل مباشرة إلى سؤال المستوى الأسلوبي وهو مرتبط باللغة الموظفة. فيقول المتعلم هنا بأن اللغة الموظفة هي لغة تقريرية، ثم يبحث عن تمظهراتها داخل النص. جواب ربما جواب وغير كافي، لكنه على الأقل بداية لجواب. يبدو أن الناقد قد توسل بلغة تقريرية مباشرة تتميز بنفسها النقدي ذات الطابع الإخباري القائم على التفسير، وكل ذلك بغية إيصال المعاني بوضوح إلى القارئ. في السنة الختامية ستدرس ما هي تمظهرات اللغة التقريرية، لكن في هذه السنة لا بأس في السنة الأولى بكالوريا أن يشير المتعلم إلى أن اللغة الموظفة في المؤلف هي لغة نقدية، ثم يبحث عن تمظهراتها المتمثلة في وجود نفس النقد الحجاجي في النص. إذن في نهاية هذا الفيديو نشكركم جزيل الشكر على الاستماع. نتمنى أن تكون هذه الحلقة مفيدة لكم. في انتظار آرائكم تحت الفيديو في التعليقات. نتمنى من الله عز وجل أن تستفيدوا كثيرا وأن يفيدكم هذا في الفرد الثاني، خصوصا تلاميذ السنة الأولى بكالوريا. وإلى درس آخر إن شاء الله تعالى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.